تعالي هنا رايحه فين؟ تعالي اقول لك بقى، لو عندك حته كبده وعايزه تعمليها بخلطه رهيبه وجباره وعيالك يعشقوها من ايديكي والكل يطلبوها منك. لو عندي حته كبده ضاني باقيه مني كنت عايزينها في التلاجة، رحت مطلعاها قلت نقضي بيها اليوم النهارده. تعالوا بقى نشوف عملناها ازاي. قطعنا الاول حته من اللي هي الضاني كده او من الدهنه الضاني وسيبناها كده لما ساحت، وحطينا عليها بقين ميه لما جابت الماده الدهنيه اللي فيها كلها وحطيناها على جنب. بصي بقى بدك تقلبي فيها كده لما تحسي ان هي دابت منك خالص واتحمرت كمان كده سنه معاكي، اركنيها بقى على جنب. معايا بقى بصلايه كبيره كده حلوه وبنت ناس، روحي مقطعاها وانزلي بيها في الطاسه بتاعتك على جنب كده، واديها تقلبتين اتنين بس فقط لا غير، ما تسيبهاش لما تدبل منك على الاخر عشان البصلايه تبقى مخرفشه كده، لسه هتاخد معاكي وقت في السوا. الاكله بتاعت النهارده كلها على بعضها كده ما بتاخدش بالظبط 10 دقائق او ربع ساعه بالظبط. نقلب بقى الدهنه كده مع البصلايه تقليبه واحده كمان، ونركن كل الخليط ده كده بردك على ايه، على جنب. معايا بقى الكبده بتاعتي كنت مطلعاها من الفريزر عشان كده كانت سهله معايا في التقطيع، وقطعتها شرايح رفيعه شويه ورقيقه غير ما كانت طازه كمان. لو انت مش حابه الجزار يقطعها لك ممكن انت تقطعها بالطريقه اللي تعجبك. لو انت حطاها بقى في الفريزر بتسهل عليك القطع جدا لانها بتتقطع شرايح رقيقه اكتر وبتديني كميه كمان اكتر. قطعنا بقى الكبده بتاعتنا كده، انا طبعا قطعتها قطع صغيره شويه عشان خاطر تبقى على قد اللقمه كده علشان خاطر الولاد الصغيرين يعرفوا ياكلوها. ننزل بقى بالكبده بتاعتنا كده، وحطينا كمان معلقه صغيره من الثوم مع البصلايه تدينا نكهه وطعم وريحه جميله جدا. ننزل بقى بالكبده بتاعتنا كده ونديها تقلبتين اتنين برده مش اكتر، نسيبها كده 3 دقايق بالظبط عمال تدبل من تحت، نبدا نقلبها على الناحيه التانيه. دبلت معانا الكبده نبدا نقلب بقى الناحيه التانيه كمان الوش التاني، نديها تقليبه كمان ونبدا بقى نقلب كل الخلطه الجباره بتاعتنا دي على بعضها. كله اتحمر كده مع بعض ونبدا نقلبها بقى عشان ما تاخدش سوا زياده عن اللزوم وتتهري مننا، او تنزل الصوص بتاعها كله في الطاسه. نديها بقى تقليبه كده كلها مع بعضيها، نعمل بقى جوره كده صغيره في النص او فتحه دايره صغيره كده في النص، وننزل بقى عليها بطماطميتين اتنين نقطعهم لقطع صغيره. لو انت حابه تقطعيها شرايح حلقات او 4/4 زي ما انت حابه. انا شخصيا بحب اقطعها قطع صغيره عشان تنزل لي صوص كده، بنحب قوي نغمسه بالعيش مع الصوص بتاعها او الإدام بتاعها. نديها تقلبتين كده تقريبا الكبده استوت معايا نص تسويه بالظبط. نحط بقى في النص كده الخلطه بتاعتنا الجباره، نحط قرنين من الفلفل الاحمر من الفلفل الاخضر الحامي، ومعاهم قرنين كمان من الفلفل الاخضر العادي، وننزل كمان بطماطميتين اتنين فقط لا غير. ولو عندك بقى فلفل اصفر يا سلام على الطعم والريحه بقى ما اقولكيش. ادي بقى الخلطه كده كلها تقلبتين اتنين في بعضيها، ويا دوبك تحطي شويه ملح صغيرين وحبه فلفل اسمر صغيرين فقط لا غير، ولا تقولي لي بقى بهارات ولا اي افتكاسات. بس كده. الكبده بالذات ما بتحبش اي خلطه عليها ولا بهارات ولا توابل ولا اي حاجه خالص. خلاص كده تمام، قلبناها تقلبتين اتنين وكده بقت جاهزه معانا على التقديم. يا دوبك الفلفله بس تبدا لونها يتغير خالص، ما تدبلش، يا دوبك بس تبدا تستوي سوا صغير كده، عشان لو سبتها زياده عن اللزوم وخدت سوا زياده بتدبل معايا وبتديني طعم غير الطعم خالص. لكن احنا يا دوبك هي تقليبه واحده كده جاهزه معانا للتقديم ومية مية. ودي بقى يا معلم استوت خلاص، شايفه التسويه بقى بتاعتها بسم الله ما شاء الله. حطي بقى شويه خضار كده خفيفه من على الوش وقدميها وبالهنا والشفا. حبيتي تعمليها سندوتشات في عيش فينو او في عيش بلدي او في كايزر زي ما انت حابه. حبيتي تغمسي كده وبالهنا والشفا. ولايك وشير واشتراك في القناه، تابعوني يوميات رانيا حماده.